اوعى تشتري في مصر ايطاليا. الجملة دي بنسمعها كتير قوي وبتتردد كتير قوي. طيب، ليه ما نشتريش في مصر ايطاليا؟ تعالوا اقول لكم ليه. مصر ايطاليا عندها مشاكل مع ملاك جاردن ايد، وده حقيقي. طيب، هي ايه حقيقة المشاكل دي؟ حقيقة المشاكل دي ان العقود اللي اتكتبت وقتها كانت عقود على المشاع. يعني حضرتك لما اشتريت المحلات في جاردن ايد اشتريت على المشاع، ما اشتريتش مساحة محددة. وقتها كمان قالوا للملاك او للي بيشتروا احنا هنشطب وده هيتخصم من الايجار بعدين. طيب، ده تسبب في مشكلة ان الملاك لقوا ان هم عندهم محلات متأجرة بارقام كبيرة جدا، بس هم في الاخر بياخدوا ارقام ضعيفة قوي. هل ده ما يعتبرش غلطة؟ لا طبعا هو يعتبر غلطة، بس أنا شايفة إن دي كانت غلطة من الشركة أو من الإدارة اللي كانت في الوقت ده ماسكة شركة مصر إيطاليا، وغلطة كمان من اللي رضوا إن هم يشتروا على المشاع. الاستثمار العقاري كويس جدا جدا، بس إن أنت لازم تشتريه صح. طب إيه تاني مشكلة عند مصر إيطاليا؟ عندهم مشكلة مثلا إن هم متأخرين شوية في العاصمة ومتأخرين شوية في المستقبل سيتي. هو مين في مصر من الديفلوبر مش متأخر في تسليم مشاريع؟ ما اعتقدش فيه. خلاصة الكلام ان احنا عندنا مشاكل في مصر ايطاليا، بس انا شايفة ان مشاكلهم زي مشاكل شركات كتير قوي من الشركات المطورة اللي موجودة في السوق. في مشكلة تانية حصلت ان كانت في مشاكل ما بين آه الملاك بتوع الشركة نفسهم. مشاكل معينة أنا مش حابة أتكلم فيها، بس المشاكل دي اتحلت، واللي كان مسؤول عن المشاكل هو خلاص خرج أصلا من السجلات بتاعتها. طب احنا كده قلنا اللي حصل، المشاكل اللي حصلت. طيب، ما تيجوا كده نبص شوية على أرض الواقع ونبص على مشاريع مصر إيطاليا. أول حاجة، مصر إيطاليا معروفة إن هي بتسلم بكواليتي محترمة جدا في الإنشاءات، واللي مش مصدق كلامي يبص على جاردن إيه. وممكن كمان ننزل نبص على مشاريع العاصمة. الحقيقة هي بتسلم بكواليتي محترمة جدا جدا. مش بس بتسلم بكواليتي محترمة، لا كمان هي بتحافظ قوي على ماذا بعد. يعني بتحافظ قوي على الصيانة، اللي فيه كتير من الشركات المطورة ما بتحافظ على موضوع الصيانة. ممكن حضرتك تستلم المشروع حلو قوي، بس بعد كام سنة المشروع بيبدأ يتبهدل. بما اننا بقى في سيزون الصيف، خلونا نتكلم على سولاري. يعني انا شايفه ان سولاري هيكون من احلى المشاريع بجد اللي موجود في الساحل الشمالي. طيب بلاش اكون مبالغه قوي، خلينا نقول من ضمن احلى